ونعم الفتونة ونعم الأخوة. السلام عليكم، ازيكم معلمين؟ معاكم المعلم دومة، اكبر واحد في مصر، اكبر واحد في مصر سنا زي ما انتوا عارفين يا جدعان، عايش من 700 قبل الميلاد. النهارده هنحكي بقى عن واحد عمل ايه بقى. عمل اكبر عملية سرقة في تاريخ بريطانيا، والله زي ما بقول لك، ومن اكبر عمليات السرقة اللي حصلت في العالم يا جدعان. سرق ايه بقى ولا ايه اللي حصل؟ تعالى حبيب قلبي المعلم لما اقول لك. اسمه فاليريو فيتشي. فاليريو فيتشي ايطالي برضه يا جدعان، اتولد سنة 55. عيلة الواد ده كانت ايه، محامين توال. لازم بقول لك عيلته محامين وقضاته الف في ايطاليا لحد دلوقتي. عيلة فيتش ده جدعان. جده الكبير كان صاحب الروح بالروح، بس الواد برضه طلع فاسد ملوش دعوه بالعيله، يعني عيله بتاعت القانون وواحد ضد القانون. لازم بقول لك. اسمع علينا مش دين وتيت. الواد ايه، بنى عليه الاجرام وهو عنده 17 سنه كده. الواد انضم ساعتها لجماعه ايطاليه كانت متطرفه، ناس بتعمل حاجات ارهابيه والكلام ده كله في ايطاليا. فضل معاهم فتره، بس الواد محبش ايه قعدتهم. الواد كان شايف مستقبله ودنيته في حته تانية يا جدعان. الواد كان شايف نفسه في السيره، والله زي ما بقول لك. كان حاسس ان هو فن فن كده يا جدعان. وفعلا بدأ يعمل عمليات سرقة كتير في ايطاليا، لحد ما بقى عليه بتاع 50 60 قضية سرقة في ايطاليا. والله زي ما بقول لك، والحكومة خلاص بقت عاوزاه. الواد حس بقلق وحس ان هو هيتمسك، فقرر ايه، ان هو يسيب ايطاليا خالص وينزل على بريطانيا. والله زي ما بقول لك، نزل بريطانيا سنة 86. قال لك استقر فيها بقى يا جدعان وابدأ اشوف شغل على نظافة. والله زي ما بقول لك. المهم الواد فضل قاعد سنه كده يا جدعان، ايه مسترخي كده وبيحاول يتكتك لعمليته الجايه، العمليه اللي هتبقى ايه تسمع في بريطانيا كلها. وبقى يجمع ايه العصابه بتاعته بقى اللي هيساعدوه في السرقه دي. وفعلا سنه 87 بقى قرر سرقه بنك ايه نايتس بريدج. والله زي ما بقول لك، بس مش سرقه البنك جوه الكلام ده كله يا جدعان، وقف ايه بمسدسات. لا مش الكلام ده خالص. ده راح سرق الصناديق بتاعت الصناديق الودائع اللي بتبقى جوه البنك، اللي الناس بتحط فيها فلوسها ومجوهراتها والحاجات الثمينه دي يا جدعان. لازم بقول لك. معلم دومو بحبش الحاجات دي يا جدعان. الواحد بيشيل، كنت بص بشيل فلوسي تحت البلاط اقف في مغارات يعني في الصحراء كده امان برضه. اسمع علينا مش دي نوتتنا. وفعلا الواد جمع عصابة ايه خيرت عصابة بريطانيا كلها. والله زي ما بقول لك، منهم واحد كان صاحبه كده، كان ايه واحد مدمن شوية، هو اللي فضل يقنعه بالخطة. ده كان شريكه الروح بالروح. وفعلا سنة 87 راح هو وشريكه المدمن ده دخلوا البنك. هو قال لصاحب البنك، المدير البنك، اللي هم عاوزين يحطوا ايه فلوس وحاجات مجوهرات في الصندوق، في صندوق جوه البنك. فعلا المدير والامن خدهم ايه الحته بتاعت الصناديق دي. اول ما راحوا دخلوا جوه يا جدعان، راحوا رافعين سلاح على المدير والامن هناك وثبتوهم. والله زي ما بقول لك. وقدروا ايه يمسكوا الامن كلهم يا جدعان، وراحوا مدخلين عصابتهم من الباب وحطوا على البنك اللي هو مغلق. والله زي ما بقول لك، حطوا على البنك مغلق من بره. مش عارف انا ازاي ده يا جدعان يعني. الناس هنا بتعملها في المحلات مغلق للصلاه، مش عارف حطوا على البنك مغلق لايه ده يا جدعان. اسمع علينا مش دي نقطتنا. وفعلا فقعد هو والعصابه بتاعته سرقوا ايه الصناديق كلها. بيقول لك الصناديق دي كانت ساعتها عامله بتاع 60 مليون يا جدعان. والله زي ما بقول لك 60 مليون، يعني النهارده تساوي لها بتاع 120 مليون. والله تخيلين الرقم يا جدعان. بس بقى يا جدعان، وفعلا سرقوا هو وعصابته وخلعوا من غير ما حد يحس بيهم. الحكومة اكتشفت امتى بقى يا جدعان؟ في الوردية التانية بتاعت الأمن. والله زي ما بقول لك، بيقول لك الأمن الوردية التانية جاي يستلم الحراسة من الأمن، ملقاش الأمن. بيخش البنك جوه، لا الأمن كله متكتف والمدير. فبلغوا الشرطة. الشرطة جت بقى ساعتها عشان تدور على اللي عمل كده، وفضلت ترفع البصمات. بس الواد فاليريو كان محضر نفسه. والله زي ما بقول لك، كان محضر نفسه وسافر ساعتها ايه على امريكا الجنوبيه. قال لك اقعد هناك يا جدعان، انتوا فاهمين الستات اللاتينيين برضه يا جدعان. والله زي ما بقول لك، شفتوش انتوا البرازيل والحاجات دي؟ بحكي لكم عنها يا جدعان واخدكم جوله فيها. اسمع علينا مش نوتين. الواد فضل قاعد هناك يا جدعان، والحكومه دورت ايه. الحكومه فضلت تدور لغايه ما عرفت ان هو ايه السارق. والله زي ما بقول لك، بس ما كانتش عارفه توصل له بقى. الواد كان ساعتها بقول لك سافر بريطانيا خالص. بس الواد تحس انه غبي يا جدعان، ما تعرفش كان شارب حاجه ولا ايه الدنيا. والله زي ما بقول لك. بيقول لك نزل بريطانيا، رجع بريطانيا تاني ليه بقى يا جدعان؟ كان ناسي عربيته الفيراري. والله زي ما بقول لك، كان عربيته الفيراري لسه مشتريها وناسا يشحنها معاه على امريكا، فنزل عشان يشحنها بنفسه. والله زي ما بقول لك، تخيل يا جدعان عامل سرقه بتاع 60 مليون ساعتها، اللي هم 100 مليون دلوقتي، ونزل يجيب عربيته. ناس غريبه برضه يا جدعان. اول ما الواد نزل من هنا بقى يا جدعان من المطار، راحت الحكومه مثبته فيه مسكته.
وراحت ايه قدمته للمحاكمه واتحكم عليه بتاع 5 سنين. وطبعا مش كل حاجه السرقات مش كلها رجعت. هو والله زي ما بقول لك، ومش كل العصابه اتمسكت، لا هم شويه من العصابه وشويه سرقات بس اللي رجعوا بس. وساعتها اتحكم عليه زي ما قلت لكم ب5 سنين بس. طب 5 سنين بس ليه بقى يا جدعان؟ هقول لك انا حبيب قلب المعلم، ده حاجات ما يعرفوش غير المعلم بس يا جدعان. بيقول لك الصناديق دي كان في صناديق يا جدعان فيها مخدرات وفيها سلاح بتوع ناس. والله زي ما بقول لك. فالناس دي ما راحتش ترفع قضيه اصلا وما طلبتش بالصناديق بتاعتها. قال لك نلبس تهمه ولا نلبس قضيه يا جدعان فسابوها. عشان كده الواد اتحكم عليه ب5 سنين بس. وفعلا سنة 92 الواد ايه طالع ساعتها من السجن بتاع بريطانيا. بس طبعا انتوا مش فاكرين اللي هو هيعيش حياته عادية، لا ده رحلوه على ايطاليا يا جدعان عشان خاطر يقضي بقى ايه السجن بتاعه هناك. ما بقول لك كان عليه بتاع 50 قضية سرقة يا جدعان في ايطاليا. وفعلا هناك راح ايطاليا يا جدعان واتحكم عليه بالسجن تقييد الحرية ده يا جدعان، او اللي هو ايه سجن غريب كده. بتروح السجن الساعة 10 بالليل وبتطلع الساعة 7 الصبح. والله زي ما بقول لك اكنك رحت تنام بس يعني. هو السجن كده بتروح الساعة 10 بالليل وتطلع الساعة 7 الصبح. الواد فضل قاعد فترة كده بس قال لك ايه انا عاوز اشيل عين الحكومة من عليا برضو، مش القلق ده كله، عاوز ابين لهم ان انا بقيت محترم. ففتح ساعتها ايه بمكتب ترجمة. والله زي ما بقول لك مكتب ترجمة. الواد برضو عيلته كانت بقول لكم تقال والواد كان مثقف، فقال لك نفتح مكتب ترجمة ايه يداري على الاعمال اللي انا بعملها. وفعلا فضل كده لحد سنة 2000. والله زي ما بقول لك لحد سنة 2000 الحكومة مش عارفة عنه حاجة. لحد ما جالها خبر بعد كده سنة 2000 ان هو ايه بيقعد مع ناس من المافيا كتير وهو كان متسبب في عمليات سرقة وقتل كتير. فالحكومة راحت ايه راحت على المكان اللي هو بيقعد فيه. وفعلا اول ما راحت لقيته مع ناس من المافيا. الواد بقى مش يتكن ولا الكلام ده كله. راح الواد مطلع سلاحه اول ما شاف الحكومه جدعان راح ضرب عليهم نور. والله زي ما بقول لك راحت الحكومه برضو عليه راحت ضربه على الحكومه عليه نور برضو جدعان. ومات ساعتها. كانت ساعتها ايه 19 ابريل 2000. 19 ابريل في 20 ابريل حاجه شبه كده يا جدعان، مش متذكر برضو الذاكره. اسمع علينا مش دي وتيتو. بس يا جدعان ودي هنا انتهت حياته يا جدعان. مش تعرفوا السيرة الواد كان بصوا عمل سيرة كبيرة وكانت تعيشه سنين كتير بمالك. والله لازم بقولك في الاخر اتمسك كل ده بسبب ان هو ايه اتغابى في حتة عربية الفريري. فبحب اقول للناس اللي عاوزة تسرق بعد كده بلاش تطمع في العربية الفريري يا جدعان. بالله عليكم جدعان شغلوا دماغكم شوية. اسمع علينا جينوتيت. تنساش بقى حبيب قلب المعلم يا جدعان تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان القناه تكبر يا جدعان. وزي ما انتم شايفين المعلم بيجيب لكم ايه حوادث حصلت وشافها بعينه يا جدعان، سرقات ومافيا ومجرمين وابطال وحاجات كتيره يا جدعان. ماشي يا جدعان يلا اشوفكم المره الجايه بقى يا جدعان وانتم معلمين صحابنا. يلا السلام عليكم.